شخصية الطفل طالعة حساسة عشان حد من أفراد عيلته حساسة، دي مش التربية، ده الشخصية. دي الفاكهة. فالفراولة فراولة تفعصيها هتبهدلك الدنيا وانتي هتتبهدلي وهتدمريها. الكوكونات كوكونات، يا اخبطي زي ما تخبطي في الاخر لازم تقشري كتير عشان توصلي للطعم. او ميوزك انسترومنتس، درامز هي لازم يطلع منها صوت لما تترزع عليها، العود يتحضن. بيتنا والعيلة هما أول مكان بنتعلم فيه يعني إيه حب، ويعني إيه أمان، ويعني إيه راحة ودعم. وفي نفس الوقت ممكن يبقى أول مكان نمر بيه بألم أو بخوف، وساعات بضغط. فاحنا معانا النهارده سارة عزيز، الأخصائية النفسية للأطفال والعلاقات الأسرية. مبسوطين قوي إن أنت معانا النهارده. Thank you so much. وسمعنا عنك يعني إلى ما لا نهاية بصراحة. Thank you. وعايزينك النهارده يا سارة تكلمينا على الفاميلي أو العيلة، وتشرحي لنا الحتة دي إزاي البيت بيأثر علينا Yes. وعيلتنا، وهنتكلم على أدوار والحاجات دي كلها، وإزاي ممكن ساعات نكسر الدوائر اللي احنا بنلاقي نفسنا بنمر بيها صح. بناء على عيلتنا والهيستوري بتاعنا. صح. اوكي طيب انا هعمل مقدمة زيك. ماشي انا جاهزة. بيتنا وعيلتنا هي الحياة اللي بنختبرها من كلها بكل ملامحها. في الأول هي مش بس الأمان والحب والاحتواء، ومش مقصود، أنا متأكدة إنه وكمان ممكن نمر بيه بالألم، لا هي الحياة هي اللي هنمر بيها هي اللي فيها ألم وفيها خناق وفيها حب وفيها احتواء. يمكن بنشوف بقى متجسدة قدامنا ازاي بنتخانق عشان احنا هنتخانق، صح. وازاي بنتألم عشان للأسف احنا في العالم اللي فيه ألم، وازاي بنرياكت لده، بنعمل ايه مع بعض لما ده بيحصل، بنعمل ايه في نفسنا لما ده بيحصل، بنعمل ايه مع الصغير، بنعمل ايه مع الكبير. داينامكس الحياة بشوفها في البيت. بالظبط. فالعيلة هي الحياة. العيلة هي مكونة من أب وأم، وفي سمات للبيت. ففي functional families وفي dysfunctional families، عائلات فيها مش ان هم بيحصلهمش مشاكل، بس متخيلين يتعاملوا ازاي وبيتعلموا وهم ماشيين في السكه. وفي صور وانماط مختلفه للعائلات. ففي البيت اللي فيه بابا موجود والبيت اللي ما فيهوش بابا موجود، في البيت اللي فيه ماما موجوده واللي ما فيهمش ماما موجوده. وهنا دي اول حاجه نفسي ابتدي بيها، انه ممكن نبقى منفصلين، ممكن نبقى مطلقين، ممكن يبقى في حالة وفاة، أو ظروف شغل طرف من الأطراف مش موجود، وده احنا فاهمينه. بس هو اللي احنا كمان بنتكلم عنه لازم نطرحه النهاردة في جلسة صحاب، إنه في عيلة اللي موجود فيها بابا وماما بس هما فعليا مش موجودين. ما هي دي بقى حاجة احنا حطيناها في سبقت الأحداث. لا هرجع على تاني. بس فده الفاميلي. مبدئيا عايزاكي تقولي لنا كده ازاي العيله والداينامكس بتاعتها او الديناميكيات بتاعتها بتاثر علينا ببساطه، وبعدين هنتوغل نستخدم البوله اللي فيها نتس لذيذه دي. هي بمنتهى البساطه ده الطفل ده محتاج يتملي عشان يشبع ويبقى فرحان وفي امان وحاجات كتير. مش يبقى ناجح، مش يبقى شاطر، دي النتيجه. صح. للي هنا بابا بيدلق حبه وماما بتدلق حبه، وعلى مراحل العمريه المختلفه للطفل بابا ليه دور مختلف في كل مرحله عمريه، ماما ليها ادوار مختلفه في كل مرحله عمريه، وبنكمل بعض. وكاننا يعني لازم نطلع المايه دي مثلا بلون، فالميكس اوف لون بابا ولون ماما لما بيندمجوا مع بعض ويخشوا بيطلع البروبر شيب اوف a healthy child، الشكل الصحي للطفل. مش طفل ما بيتعرضش لحاجه، طفل عارف لما هيتعرض، يعني عارف لما يتعرض لحاجه هيتعامل ازاي. ودي اللي بنسميها في الحته النفسيه عنده متانه نفسيه، اللي هو الريزيلينس جزء منها. فالمتانه النفسيه دي بتتشكل على مدار الحياه الكبيره. عندنا مراحل عمريه مهم، عندنا اول 1000 يوم اللي هم 3 سنين، وبعدين 5 سنين، وبعدين 7 سنين. دول البني ادم اتعمل. يلا نشوف بقى لو عايزين نغير حاجه بعد المرحله العمريه ديت هنعرف ولا لا، ونغيرها ازاي. لكن اتعمل، استوى فعليا استوى. فده دور العيله، دور البيت. في بقى indirect direct
انفلونس. فطبعا الاكستندد فاميلي مهمه جدا جدا جدا. وهنا ممكن هنتكلم عن حته الحدود بتاع جد وتيتا وجد وتيتا والاخوات والقرايب والكازنز، وتاثير كل ده مش بنلغي ليه تاثيره، ليه دوره مهم جدا. وباي تايم بيبقى انتوا اكيد عارفين ان المرحله مثلا التينيجر هو المرحله العمريه اللي بيتاثر اكتر من بره البيت عن جوه البيت. مش كده بقول لكم هو خلاص انا خلصت دوري او صوتي اوطى من صوت اصحابه. صوتي انا دلوقتي اعلى من صوت اصحابه. فبقول له ايه، وده هنتكلم فيه انا عارفه. فده مهم قوي. طب قبل ما ندخل في التفاصيل، لان انا حاسه ان الحته دي مهمه قوي، بس ده سؤال كنا اتسالناه من كذا حد. هل فعلا كل المشاكل اللي بنقابلها واحنا كبار بتبدا من الطفوله؟ يعني عايزين نعرف رايك في ده، لان انا بحس الراي بيختلف على حسب كل واحد. قصدك ايه بالمشاكل؟ تعالي نقسمها لمشاكل نفسيه، مشاكل اجتماعيه، ممكن يبقى أنماط في الشخصية مثلا، أنماط في الشخصية، قدرة ان انا اتعامل مع الضغط او مع المشاكل. فانا يمكن استعملت لفظ مشاكل عشان نلم اي مش عايزة اقول dysfunction، بس اي تحدي بالظبط. هل معظم التحديات دي او معظم الحاجات اللي بمر بيها بنلاقيها جاية من الطفولة ولا مش قوي؟ رأيي انه هو ميكس ما بين الشخصية اللي هي فيها جزء كبير قوي وراثة، والتربية والبيت. ملهاش حاجة تالتة. فأنا شخصية الطفل طالعة حساسة عشان حد من أفراد عيلته حساسة، دي مش التربية، ده الشخصية. دي الفاكهة. فالفراولة فراولة تفعصيها هتبهدلك الدنيا وانتي هتتبهدلي وهتدمريها. الكوكونات كوكونات، يا اخبطي زي ما تخبطي في الاخر لازم تقشري كتير عشان توصلي للطعم. او ميوزك انسترومنتس، درامز هي لازم يطلع منها صوت لما تترزع عليه. العود يتحضن، يعني هي في الاخر هو حلو التشبيه. هو كده. لكن طريقه انه يتعلم يطلع منه طعم حلو ازاي او موسيقى حلوه ازاي، ده اللي بعمله في التربيه. لان في التربيه انا بكتشفه عشان ما حدش يقدر يدعي انه عارف عياله، يعني او بيعرفهم، هو بيتعرف عليهم باي تايم وبعرفه على نفسه. فالتربيه هو ان انا بتعرف عليه وبقبله وبساعده يفهم يتعامل مع نفسه ازاي، ويتعامل مع المواقف المختلفه ازاي في الحياه اللي هو البيت، عشان هنا يطلع عنده متانه نفسيه او لا. فيس بكل تقل وصعوبة في الجملة، احنا اللي بنعدي بيه من تحديات، او احنا مين لما كبرنا هو نتاج اتعامل معانا ايه وعدينا بايه واحنا صغيرين، بلس البيرسوناليتي بتاعتنا. وبلس بقى على كبر بيبقى فيه الفاكتورز او العوامل الخارجيه زي ما انتي قلتي، ممكن بقى ترسخ الدوائر دي، او ممكن ان هي تغير حاجات معينه. يعني انا بدات بالبيت وبدات بالتمبرمنت او اللي انا واخده من اهلي، وبدات باول كام سنه الاسس اللي حصلت في البيت وفي العيله، وبعدين البيئه بتزود على ده. صح. جميل قوي ان انت قلتي مصطلح بتعرف على الطفل او بتعرف، يعني حاسه بيدي الرساله ان دي حاجه interaction two way. صح. وبحس ان ده فكر مش عندنا قوي في المجتمع بتاعنا، عشان بيبقى ساعات في الاهالي بيبقوا هم حاطين نفسهم في سلطه معينه. فجميل قوي انك قلتي ان هي رايحه جايه. وحاسه ان انا عارفه الناس اللي بتسمع تقريبا هي مش شايفه احنا بنتكلم عن ايه، بس قصدي لو انا بحس برضو ان الناس ما عندهاش فكر بتاع انه هنفترض لو هي دي بوله وانت زي ما قلتي الام بتدلق حبه والاب بيدلق حبه وكده. حاسه حاجه مش كل حد برضو بيفكر فيها، انه ساعات الدلق اللي بزياده برضو ده بيخلق حاجه مش صحيه، او مش ضروري ان ده بيخلق طفل صحي. يعني مهم ان انا ادي الطفل اهتمام وحب واتنشن وكل ده، بس برضو بنسبه معينه، والزياده عندها يضر. صح. يمكن ما كانش مقصود بفكره الدلق الاهتمام بس، لكن هو كل الانبوت بتاع بابا وماما. ولكن اللي انت بتقوليه صح قوي، وهرجع لنقطه قبل ما اجاوبك على ده. فكره اني بتعرف عليه هي جايه من حته انا ابوك وامك، وانا اكيد حافظك وصمك وعارف انت ايه، فانت مش عارف. ده اللي كنت هقول. هي دي المشكله، لانه انا لسه بكتشفك وبتعرف عليك والهدف ان انا اسالك. يعني فتيجي بنتي تبقى فيري فرستريتد من الموقف، ما ينفعش ادعي ان انا فاهمه. كلنا بنغلط على فكره الغلطه دي، بس بنفكر نفسنا نرجع نفتكر كده. اقول طب جريس قولي لي ليه دي كانت حاجه تقيله قوي، ضايقتك قوي كده؟
عشان انا حسيت بواحد اتنين تلاته. فممكن يبقى في حاجات هي ما حكيتهاش وهي بتحكي ستوري تخليني انا ادرك وافهم قصدها ايه بشكل يمكن ما تعبرش عنه للنهايه، وبالتالي يساعدني في كل حاجه تانية. وليتر اون ممكن اديكوا اكزامبل بيشبه قوي دي. فدي صح. والحته بتاعت انه too much of anything is harmful. صح. فالكتير من اي حاجه غلط، الكتير من الاهمال غلط، الكتير الاهمال عامه غلط، بس الكتير of انشغال غلط، الكتير من الحب والدلع غلط، الكتير من البروتكشن غلط. يعني هو الكتير من اي حاجه من اي مرشدة. حاجه مش صح عامه. طب ازاي يعني؟ طبعا انا عارفه دي ممكن تبقى، انا عارفه ان كل حاجه مش ابيض يا اسود يعني، بس صح. قصدي ايه العلامات اللي زي ما تقولي لو شفتيها في عيله تقدري كده في مخك تحاولي تقولي دي عيله صحيه او مش صحيه، او الداينامكس فيها كويسه او ولا مؤذيه؟ خايفه قوي من الجمله دي عشان مش عايزه حد يحكم عليا. هندي ديسكليمر طبعا ديسكليمر يا جماعه، احنا بني ادمين وبنغلط وكلنا عندنا مش تحدياتنا. بنحاول نضايق الاهل لا. ولا نيجي عليهم. يمكن اللي بيسمعونا عايزين يسمعوا ايه اللي ممكن يبقوا بيعملوه ما يوصلهمش للنتيجه اللي هم عايزينها. فخلينا نتفق اتفاق انه ما ينفعش اخد سكرين شوت اوف النهارده واحكم على الفاميلي، اوكي. لان الموضوع كومبليكيتد قوي عن كده. ممكن النهارده يبقى هابي داي، ممكن النهارده يبقى باد داي، ممكن النهارده يبقى او فتره كريزي داي. آه. فالفتره طبعا صح، بس لما بناخد باترنز هي اللي بتساعدنا نحكم او انماط. فانا بس بساعد نفسي انا اقول انا بقالي فتره كأم مركزه قوي في موضوع قصه حقيقيه التمرين، لاني اكتشفت ان التمرين علميا بيفرز كل هرمونز الاوكسيتوسين والحاجات اللي بتخلي الولاد تحس انها هابي واكسايتد واتشيفر كل ده. فانا ده كوميتمنت عليا، فانا يجي لي حاجات معينه، يجي لي حاجات لازم اعملها، انا عارفه ان انا this is my target في الكوارتر اللي جاي، او انا الوقت ده انا مشغول قوي فانا عامل باك اب بلانز ليا تظبط وتساعد وانا مسحول سحله معينه عارف انها ليها مده محدده. او هو انا مالي، وهنا بقى رجوعا كمان لسؤالك، هو انا مالي، هو انا ليه لما بنتي كبرت شويه او لما ابني كبر شويه بقيت عنيف قوي كده معاه؟ ويكتشف الاب قصص من الكونسلنج اني شاف في التينيجر اللي هو محبوش في نفسه وحس انا بس مش هو مش شايفها خالص ومش واضحه قوي كده، كانه شاف مين يهم. أيوة. هو صغير تينيجر كرهه قوي فمش عارف يتعامل معاه، فمباينه وطالعه في غضب، في عنف، في حديه، في فصلان، في تجاهل، في مقارنه، في قسوه، في اهمال. او يروح للاكستريم التاني انه صعبان عليه قوي التينيجر اللي قدامه اللي هو فيسبويل هيم، يدلعه زياده، يبوظه زياده عشان هو كانه بيعمل مع نفسه اللي ما اتعملش معاه. في كتاب بقراه دلوقتي بيقول نفس اللي انت بتقوليه، مش عارفه قريتيه ولا لا. اسمه ايه؟ The book you wish your parents had read and your children ما will be قريتوش. glad that you did بس too. سمعت عنه. ده كتاب حلو جدا. Yes. هو كانت هي بتبدا ان هي بتقول الكتاب ده مش كتاب تربيه، هو بس بيدينا نظره مختلفه عن علاقتنا بالاطفال وعلاقتنا بنفسنا. وفي الكتاب دي كانت اول مره افكر فيها بالشكل ده، ان هي بتقول فكروا في اي طفل في حياتكم استفزكم او ضايقكم او حصل موقف زي ده، وحاولي ان انت ترجعي تشوفي علاقتك انت بالموقف قبل علاقتك بالطفل. يعني انا وانا صغيره في السن ده لو انا كنت عملت ده كان هيأثر فيا ازاي، كان الناس هترسبوند لي ازاي، اهلي كانوا هيتعاملوا معايا ازاي. فكانت بتقول في الكتاب ان احنا عاده ردود افعالنا لاطفالنا بتبقى رد فعل الحاجه احنا ما اخدناهاش او رد فعل الحاجه احنا خدناها بزياده. فكانت يعني اللي هي كانت بتحاول توصله في الاخر انه مش هو الطفل، يعني رد فعلي مش جاي من الطفل ده دلوقتي. أيوة. فانا محتاجه ان انا عشان اعرف احسن علاقتي مع الطفل اشتغل على علاقتي مع نفسي اولا واسال نفسي الاسئله دي. ده محتاج وعي كبير قوي جدا. انا بقعد اعيد وازيد في الكتاب كل شويه لان هو برسبكتيف مختلف. انا بالنسبه لي لو طفل عمل حاجه او رد مش عاجبني، اول رد فعل هيبقى الايموشن بتاعتي هي اللي طاغيه، وازاي اقدر اصلحها. مع ان ساعات زي ما انت قلتي هو احنا اصلا مش شرط ابقى انا اللي صح، ومش شرط يبقى دي صح. الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الطفل ده، طفلي او طفل حد صح. قريب مني يعني. بس هي صعبه، بس يمكن
سوري لا عادي، احنا بنخبط لهم طول الوقت. هي صعبه، بس يمكن ادراكي اني كومن فاكتور في الحاجات كاني بلبس نظاره مختلفه. بالظبط. فمش بقول انا فاهمه كل حاجه، بس بلبس نظاره بقول انا لازم افهم ان انا كومن فاكتور، ان انا مش كوبايه هتحطي فيها الكوفي او وات ايفر الميه تشربيها تفضل الكوبايه منفصله عن المشروب اللي فيها، عمرها ما بتبقى جزء منه. بالظبط. هي بتحافظ على الحراره بتاعته ساقع او سخن، لكن انا مش كده كبني ادم، انا كومن فاكتور في كل حاجه. فلما بقدرك اني كومن فاكتور بعمل حاجه مهمه قوي مع نفسي، اني بفتح ديالوج. فاجي اسال نفسي بالليل كده، واخد نفس عميق، انا ايه اللي تريجرد مي قوي؟ ايوه. انا ايه اللي وجعني قوي في الموقف ده؟ احنا بنعمل تريننجز للشركات عن المنتل هيلث والويل بينج للادولتس، فعندنا منهج اسمه الفيل اللي هو بيريفير لفكره الاليفنت ان ذا روم. اوكي. فبنقول ايوه الايميل ده قدرك قوي كده ليه؟ لما حصلت الميتنج دي وما جاش جنب الافورت اللي انت بذلته، ليه اتضايقت؟ صح، بس ليه اتضايقت كده والموقف كان يضايق كده؟ او ليه اتضايقت كده والموقف كان يضايق اكبر؟ عشان اللي بيسمعونا، ليه صغرت الموقف او كبرته؟ وهنا بندرك في رحله حياتنا ان انا كومن فاكتور، انا عامل اساسي، انا عامل مشترك في اللي بيحصل مع ولادي ومع بناتي. عشان كده رجوعا لسؤالك، احنا لما بنفتح مجال لنفسنا نقول the why behind the what، اللي اللي ورا اللي عملته، بتديني سبيس ابقى مستعد اسمع حاجات يمكن ما واجهتش نفسي بيها قبل كده. بيتي كان عامل ازاي، الباترنز انماط البيت، كان ماما عامله ازاي، بابا عامل ازاي، اخواتي عاملين ازاي، بابا مع عيلته، ماما مع عيلتها. ما هو مش برضو مش هم مش كمان إحنا بس. هم بالظبط. كمان كومن، صح. هم كمان كومن فاكتور. طب عايزين نسألك على حاجة انت قلتيها من شوية، ويمكن عايزين نتكلم عنها اكتر، واتخيل ان دي بتبقى تحدي بالذات في العائلات العربية والمصرية وكده، عن انا حاسه الباوندريز غالبا. عن كونسبت الحدود. يعني حاسة ان احنا دايما اللي هو الشرق قصدي الغرب وكده بيبقى عندهم الحتة دي غيرنا تماما، واحنا بنبقى عندنا يعني in comparison للغرب بيبقى عندنا بزيادة. زي ما عارفه انا بغير قوي على مصر، هقول السؤال معاكي تاني بجد، عشان هم حبيبتي يعني ضايعين بطرق مختلفه. يمكن هم زي ما انت قلتي، انت بتقولي صح انه وقصه قدامي حصلت مره، كنت في امريكا وطفله حطتها الام على زي سندتها على كاونتر ولفت تجيب حاجه، البنت اتهبدت على الارض، كله شاور للام ان في بنت اتهبدت. يعني. بس ده اكستريم برضه. يمكن انت عايزه تقولي انه احنا اللوف لانجوج هم 5، الفيزيكال تاتش بالنسبه لنا 1 و 2 و 3 يعني which is بالعكس، ده دفى وامان وكوميونيكيشن وحب واحتواء. اتس لوفلي. يمكن طريقه تنفيذها اللي مش صحيه هي اللي بتوديها في الاول جمله قلناها تو ماتش منها مش مناسب، مش من حق ابوس طفل ما اعرفوش عشان هو كوتي امور ولذيذ وخدوده كبيره. يعني اللي عنده خدود بيسمعونا كارهين نفسهم عشان دول يا حبايبي اللي اتمسكوا من خدودهم طول النهار. فلا مش المفروض ولا المفروض اعبر عن محبتي بس باللمس، لان هم في 5 لغات لحب. عملنا بودكاست كيدز في سيف وسميناه سيف وسلمى، يوميات سيف وسلمى، عشان عندنا كاركتر سيف وسلمى. هم مش عيالي بس هم عيالي بس وعملنا 6 ابيسودز بتتكلم عن حاجات في الحياه عامه. حلقه لغات الحب ال5 هي حلقه زي ال6 حلقات التانيين، حلقه واغنيه في كل حلقه عشان انتراكت كده مع الوقت العربيه ده بنبقى عايزين هدوء او كونتنت ليه معنى عشان البيرنتس بتشد في شعرها فبيتسمع في العربيه او قبل النوم ولذيذ قوي. فحلقه لغات الحب ال5 انا قاعده بقى في العربيه كده بقى فخوره بروحي جدا، حافظه لغات الحب ال5، انا اللي عامله الابيسود اساسا، متحمسه كل اللي فيها. بنتي 8 years بتسمع الحلقه، كانت 7 يمكن وقتها او 6 and a half. صدمتني صدمه عمري في اخر حلقه، قالت لي بس مامي انتي مش بتحبيني. طبعا اتخضيت فقلت لها جريس ممكن اقول ايه؟ انا طب النهارده طب احسبي النهارده انا عملت ايه. هنا ده دايركشن. ولو الواحد تعبان قوي مش واخد باله من نفسه ومن صحته هيرد ده، فما نلوموش، ده معناه انك لازم تشوف انت ليه تريجرد قوي كده. ده انا اللي مضحي عشانكم وانا اللي عامل يعني
ويا حرام بنخبط في الاب دايما لان الجمل دي بتطلع منهم مور كومن، بس الام بتقولها بطريقتها. فمسكت نفسي وحسيت الله انا في الوش العربيه فوشي قلب، بس هي ما شافتش. tell me more. ردها كان منتهى البساطه: مامي انا بطلب منك تلعبي معايا بالباربيز وانتي ما بتلعبيش معايا بالباربيز. انا بكره الباربيز يا جماعه بجد، انت كسبت. انا بكرهها. بس فهمت يوميها ان ده اللوف. فهم 5 love languages. تايم، انا تايم تمام بس بالباربيز، ونمثل بقى وركبوا العربيه ومشيوا مع بعض. انا حاسه طب حاجه تانية عشان خاطر، ولكن that was بالنسبه لها الحاجه. فالنهارده اسمعها وافهم. امبارح فور اكزامبل بقى جبناهم كلهم، بصي كبرت بس ستيل هي يمكن في حاجه فيفوريت فور هير الموضوع ده. حطيناهم كلهم، جبنا الاطقم كلها، لبسنا. كانت مبسوطه بيني قوي ان انا كرييتيف ولبست الباربيز لبس لذيذ. في الاخر I need to speak your language عشان هو هدفي ايه؟ ان انا احبك انتي وانتي يوصلك مني حب، مش انزعاج، مش انك زي بتبان قوي في الكابلز يعني هريها هدايا وهي ما بتحبش هدايا او ما بيجيبش هدايا خالص او هي محتاجه المسج بتاعت نص اليوم، او محتاجه الفيزيكال تاتش بتاع، او محتاجه هاو واز يور داي في نص يعني. صح. في الاخر اتس جيرني برضه. انا كنت هقول ان ده حتى بينطبق علينا ككبار، يعني هو في الكتاب نفسه بتاع 5 languages of love كان بيوصفها بشكل انه لو انا بتكلم لغه وحد تاني بيتكلم لغه تانية، كأن انا بعبر لك عن نفسي بالصيني وانت مش فاهمه اي حاجه. صح. فانا بعبر. انا هقرا الكتاب ده اكيد. حلو جدا. انا ماي ريفرنس عندي صاحبتي بريفرنس كتب اسمها ايريني راني. فراني هي اللي بتقول لي ساره الكتاب ده، اقول لها في ظهرك خلصيه وانا وراكي على طول. بس لا بس read هو it, yes. الكتاب ده كان انترستنج جدا، لان هو مش بس بيقولك انت محتاجه تعرفي اللغات، هو انا محتاجه ابقى فاهمه كل واحد لغته ايه. ولازم ان انا اتنازل واكلم الشخص بلغته مش بلغتي. يعني انا لو رحت اسبانيا محتاجه اتعلم شويه اسباني، لو قعدت اكلمهم بالانجليزي مش شرط يفهموا. وكان بيقول انه communication is not key, comprehension is key. يعني مش بس التواصل ان انا ابقى بتكلم، بس هو ان الشخص التاني يفهمني. هي الاهم. فمع الاطفال بتبان، مع الكابلز بتبان في البيوت. يعني ممكن الام والاب هتلاقي ان هي شايله الاطفال وهو اللوف لانجوج بتاعته مختلفه، فبيبقى فيه ريزنتمنت او بيبداوا يتضايقوا من بعض. فيمكن اول مره بس اجمع ان هي مع الاطفال كمان. صح. انا كانت بالنسبه لي دايما مع الادلتس، انا هشوف انت لغتك ايه واكلمك باللغه دي. الاطفال كانت لغه واحده بالنسبه لي، انا اكلمك زي ما انا عايزه اكلمك. صح. وهنا بنفهم انه it's not about me. ويمكن بنغلط فيها كبيرنتس او كير جيفرز، لان زي ما قلت لكم الاكستندد فاميلي important زي ما العيله مهمه. فصحابي مع عيالي، اخواتي مع عيالي، اهلي زي اهله، صحابه، يعني كل دول بيلعبوا فاكتور مهم قوي. وهنا السؤال it's about me ولا مش about me ولا about you. فهل النهارده لما بنتي هتقول لي whatever happened ضايقها او بسطها، انا بفكر نفسي بالكلام ده كل يوم فعلا. ولما تعبر دي بحسها تراجر مومنت. كنا بنسمع بهاء سلطان من كام يوم او من فتره، يعني اسبوعين 3، وبعدين اغنيه انا غلطان، معرفش عارفينها ولا لا. انا ما اعرفهاش. هي لذيذه قوي، بتقول انه انا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك. اغنيه طبعا كباري قوي، بس هي ميوزيكال تشايلد، فطبعا الميوزك بتعجبها. فبعد الاغنيه قالت لي انا this is how I feel towards فلانه. فحسيت ايه ازاي يعني عارفه اللي هي 8 ونص 9 هتتم 18 كبيره قوي. كان you tell me more. فابتدت توصف ان كلمات الاغنيه دي بتريليت انه كاني لما I loved this person ما كانش كير قوي على الفيلينجز بتاعتي، بس كان كير اكتر على هو عايز يعمل ايه. وهنا فكره انه the more you expose them ليهم تعرفيهم عن نفسهم، الفيدباك خطير. انه هو كمان هيفهم ده ويطلع لليفل اوف يتواصل معاكي في ده. فهي صعبه بس فيدباك بتاعها برايسلس، لانه في الاخر you are preparing this human being. انت بتجهزي البني ادم ده للحياه. صح. انه انا مش هعرف احميهم من اللي هيشوفوه واللي هيتعرضوا له. انا هحاول اعمل على قد ما اقدر سيف بليسز وزونز وكده، بس دايما في حاجات بره ايدي. طب رجوعا لحته الحدود، انت كأم، يعني انت كساره وانت كأم، يعني ايوه دورك ايه في ان انت
يعني مش عارفه اقولها ازاي تعلمي بنتك او تحمي حدود بنتك. يعني اي ام بتتفرج او بتسمع how can they play a better role في الحته دي؟ لا مهم، انا عملت سيف مبدئيا عشان موضوع الحدود يعني كله بقى من الاول كده، نبتدي من الاول من الاخر. لا بس هي نقطه مهمه قوي موضوع الحدود ده، وهديكي كذا اكزامبل. واحنا فعلا culturally عندنا تشالنج انه فكره انه اخش التواليت مع بناتي فالحد اللي في الحمام قرر يبوسها يعني طب هايجين، طب نعرفك ولا لا، طب ليه، طب ايه لازمتك، ان ده الميثود الوحيده اللي عجبتني دي كيوت هبوسها. اولا بنبتدي بكذا حاجه. اول حاجه عندنا كذا حدود، عندنا حدود عاطفيه، حدود جسديه، وحدود جنسيه. ايوه انا كنت عايزاكي دي تقسميهم لنا. مهمه أيوة. جدا، عشان انا ممكن اعتبر الحدود الجنسيه بس اهم حاجه which is انا this is part of my job. بس احنا بنتكلم في سيف عن الحدود النفسيه والحدود العاطفيه والحدود الجنسيه. فبرايفت بارتس ار برايفت، خلاص ده درس انا غالي بتاع ازاي يحمي ولادك من التحرش الجنسي. الحدود النفسيه فيها تنمر، فيها مشاعر، فيها اصحاب، فيها بير بريشر. فلازم افهم ان في حدود عاطفيه وفي حدود نفسيه وفي حدود جسديه وجنسيه. حته الجسديه ان انا ممكن ابقى شخص خجول، مش لازم ابوس انكل لما اشوف، ممكن اسلم عليه بادب، انكل هاي، انا عايزه مؤدب، هاي فايف تمام، مش لازم يحضن ويبوس. ملهاش اي علاقه بالسكشوال ابيوز، ليها علاقه بفيزيكال باوندريز مش سكشوال باوندريز. انا بقى ممكن اعمل ايموشنال ابيوز عشان فيزيكلي هو ما سمعش الكلام، فاقول له عيب عيب، بص رزلتك زي عمك ازاي. طبعا بيبقى فيه لازم طرف في العيله نبقى عايزين نلطشه كده في الكونفرسيشن ده بقى انا شايله، فيعني دي حاجه تانية. فهنا I must respect انه هو مش عايز يبوس ويحضن. This is a physical boundaries مش sexual boundaries. لكن انا هي مهمه لانها بتحميه sexually. صح. فلما يلاقي ان لما بابا بقعد كنت اقول لبابايا كده انه ده بالنسبه له بقى مش فاهم يعني ايه استأذن حفيدتك قبل ما تبوسها، حاسس انتوا مجانين كلكم. فاقول له انت عارف انه لما ده تعمله انت بهاو باورفul يو ار وهاو لافينج يو ار ليها، قوي ومحب ليها، هي جواها بتقول ايه؟ ده انا جده بيسألني ليه انا مجبره ابوس الكوتش. صح. فلما كده عجبته قوي فبيعملها بقى حتة التنفيذ. ينفع ابوس كده، يعني حاسس انه it is powerful. فانا هنا بقول له حمايه الفيزيكال باوندريز، حدود الجسديه هي بتأمن لي باب قبل الحدود الجنسيه. لا فالحدود العاطفيه والحدود الجسديه مهمه جدا، زي ما احنا كلنا النهارده والمجتمع عمال يوعى اكتر على موضوع الحدود الجنسيه which is خطير. لا حدود الطفل النفسيه ايه؟ فلما مثلا نتكلم عن ابني تينيجر رجع من الخروجه متضايق مش بيتكلم، انا امه يعني لازم يحكي لي. لا مش لازم يحكي لك. كنت لسه عايزه اقول قولي ايوه لي. لا كنت عايزه انور الحته مش دي. لازم مش لازم حالا يحكي لي. it's not about مش لازم ابقى عارفه كل حاجه دي صعبه قوي قوي. لكن انا عايزه اطمن انه كويس، انا عايزه ابني من بدري انه انا بيت امن، انا عايزه اكد له انه ينفع يحكي لنا، وباي تايم هيبتدي يفهم دوت، لان هي المرحله بتاعت التينز ويرجع تاني بري ادولت تاني ادولت، فالدنيا هتظبط ويرجعوا اصحاب تاني. في فقره خصام خناق خلاف في المرحله دي. فالحته بتاعت حدود الطفل النفسيه مهمه. مثلا حدود الطفل النفسيه بتستدعي ان انا ما ينفعش اروح مكلمه مامتي في التليفون وهي حكي لي حاجه برايفت، اصل احنا رحنا وعملنا وسوينا وكده اللي حصل ده، وهي تحس بس كنتش عايزه حد يعرف. فالسؤال هنا بتاخدوا بيرميشن؟ بيبان بقى انتوا بتهرجوا. لا مش بنهرج، هو انتوا بتاخدوا بيرميشن عيالكم قبل ما تحكوا قصص تخصهم عشان هي تخصهم، ولازم نشوفها ان هي انا بحميه وبحترمه وبحترم قصصه. انا مش عشان اهزر واضحك احكي قصتها. فحدود نفسيه، حدود جسديه، وحدود جنسيه. افتكرت موقف ضحكني وانت بليز قولي. بنت عمي عايشه في اوروبا وعندها الكتب بتاعتكم. بجد انا عارفه الموقف ده. تحكي لي. فكنت في فرح اخويا من كام يوم، فانا معديه وهي هي معاها بنتها صغيره، فشفت بنتها ما اعرفش عندها كان 5-6 سنين بتكلم طفله بتقول لها انا مش عايزه حد يحضني دلوقتي. الطفله مش فاهمه حاجه. الجيل الصغير الصاعد املنا الكبير. افتكرت فجاه هم بيبقوا اوير، ولما بيبقوا اوير على فكره يعني على حته الحدود الجنسيه، هو ده اللي بيخلينا يعني هو توبيك تقيل قوي صعب قوي بقى لنا 14 سنه بنتكلم فيه، بس هي دي القصص اللي مخلينا نكمل. ان النهارده لما كنت في كليه طب بدي محاضره الاولى جامعه، وجات لي زينب قالت لي ازاي حضرتك
بعيدا عن اللي هي في اللحظه اللي بتدركي انك كبرتي قوي دي. يعني بيتقالك انا حضرتك. حضرت مع حضرتك وانا عندي 10 سنين، وانا النهارده 9 سنين 19 سنه، فده من 9 سنين. واو. فتحسي واو. she was 9 النهارده هي 19 وفاهمه احنا بنقول ايه. والستوريز الكتير اللي بتجيلنا كل يوم، زي ما في ستوريز قاسيه ومتعبه بتجيلنا كل يوم، في ستوريز مشجعه بتقول انه لما حاول وقال لها تعالي معايا الحمام قالت له لا، قال لها هدومك قالت له لا، ابعت لي صورك على الانترنت قال له لا. فهو لا هنا عشان اتعلمناها بدري. زي ما هتقول مش عايز حد يبصني النهارده، صح. انا اوكي، انا بحبك، ما يجيش حد يقولك طب انا زعلان منك ومش هكلمك. ردود فعل الغلط هي اللي بتستبلش الكالتشر. على فكره الكالتشر احنا اللي هنغيرها، احنا اللي بنكريت الكالتشر. كنت لسه هقول ان الحاجات اللي انت بتقوليها بيتهيألي هما حاجتين. الحاجات اللي انت بتقوليها الجيل الاكبر ممكن يبقى لسه مش فاهمها قوي. يعني انا فكره ان حد يسأل طفله قبل ما يحضنها او يبوسها، او فكره ان حد يروح يسلم على طفله وهي تبقى مش عايزه تحضن وتلاقي الاهل بيزقوا يلا احضني كذا زق، يعني بتلاقي في الزقه النودج دي. فبيتهيألي انا اللي شايفاه ان ده بيتغير في الجيل صح. الاصغر اكتر شويه، او البيرنتس جيلنا اللي عندهم عيال دلوقتي بالظبط. والسؤال وانتي بتتكلمي اللي جه في بالي هو ايه تأثير عدم وجود الباوندريز لو مثلا فلنفترض الحدود النفسية. صح. ان ابني ما ينفعش يبقى عنده اسرار، او ما ينفعش يقفل على نفسه الأوضة، او ما ينفعش ان هو يعمل حاجة انا ما اعرفهاش. بتشوفي تأثير ده ازاي على الناس كأدلتس؟ يعني ممكن يفرق في حاجات عاملة ازاي؟ ما ينفعش اقول في المطلق ابني ما ينفعش يخبي عليا حاجه لانه مش منطقي. والسؤال هو مش كده، هو السؤال عملت ايه عشان تبني تراست مع ابنك عشان يحكي لك. وهنا اقول حته عايزه اعتذر قبل ما اقولها عشان بمنتهى المحبه مش عايزه حد يزعل مني. هل انا جبت بديل ليا اسمها ناني لعبت كل ادواري، ولا جبت ناني بلاسنج شالت عني ادوار ممكن انا ما اعملهاش او مسؤوليات انا ما اعملهاش، بس دوري ما حدش يعرف يلعبه غيري. نقطة حلوة قوي دي. وقاسيه جدا. النهارده اتفرجي على البلاينج اريا، كام ام واقفه فيها وكام ناني واقفه فيها. اتفرجي على التمارين، كام حد داخل مع التمارين مع عياله وكام ناني داخله مع العيال. انا working mom متجوزه بقالي 11 سنه، عندي طفلتين، ادعي ان شغلانتي صعبه، عندي حضانه وعندي مكتب وبفتح كذا حاجه وحالمه جدا، وبفكر نفسي كل يوم محدش يعرف يلعب دوري، مسؤوليتي ممكن حد تاني ياخدها. حد يجيب لي حاجه مش لازم اروح اجيبها، دي ممكن حد يبدلها معايا. ان تطلع من الفريزر الفراخ تحطها في الفرن ممكن حد غني يعملها. اكل عيالي، احمي عيالي، اغير لعيالي، العب مع عيالي، اوديهم التمرين is my role. انا عايزاكي تعيدي الجملة تاني. قلتي دوري محدش غيري هيلعبه. مسؤوليتي ممكن اوزعها، ممكن امي وممكن اخواتي، ممكن حد هيلبر في البيت يعمل حاجه، ممكن السواق يبعت وده بلاسنج انه لو حد عارف يبقى عنده كل ده. كنت لسه دي نعمه كبيره قوي. بس انا لازم افكر نفسي ان الحضن بعد الجون بتاعي محدش ياخده مني، محدش يسرق مني حضن اللي بعد الجون ده، ولا بعد النطه بتاعت الجيمناستكس، ولا ان حد ياخد اللي يقرا الجورنال بتاعها في المدرسه اللي عكت في الحروف بس في كلمه كانت هتموت تجيبها صح ويدي الهاي فايف. ده دوري انا، مش هتنازل عنه، انا محدش ياخده مني. الهج بتاع بعد السفريه ولا بعد التريب ولا بعد الكامب بتاعي انا، محدش يسرقه مني، بتاعي انا، بتاعي وبتاعها. القصه البوك تايم، ستوري تايم. ماي منتور قالت لي حاجه فرقت معايا قوي الاسبوع اللي فات. كنت حاسه انه خلاص يعني الكبيره كبرت تخش السرير لوحدها. قالت لي ساره بندخلهم السرير كل يوم، يعني يكبروا مفيش حاجه اسمها كده، دخليها السرير. وحتى وصفتها لي ومش هنسى يعني فيجوالي، بتقولي ودفس البطانيه في الجناب. ده دوري انا. كنت فاكره كبرت يعني ممكن اعمل ده وادفس البطاريه في الجناب واحكي قصه وابوس واحضن. ولو في بيوت بتعمل شورت براير تشكر على اليوم كان ماشي ازاي،
وتنام هي لوحدها، تقرا كتاب وتنام، مش مشكله. مش بقول انا هو كده أيوة. بس بقفل اليوم. عجبتني قوي. انا مسؤوليتي كتيره، ممكن اطبخ واغسل واعمل، بس لو حد هيشيل عني الغسيل عشان ابقى اهدى ومركزه مش مشكله، بس اهدى واركز ومحدش ياخد دوري مني، فاطلع عندي ميموريز. ربيت وهم عندنا- يطلع عندهم memories of ان اهلهم كانوا موجودين او حسسوهم عندي باب مفتوح، ما تجيش تقولي بعد كده مشكيش ليه او انت مين. في فيلم اسمه The Single Mom Clubhouse. مم. she got divorced، مشت النانيز والسواق، كانت بتقط كوست مفهوم جدا. رجعت البنت من المدرسة قالت لها فين الناني؟ قالت لها بصي احنا بيتنا بيعدي بوقت صعب، I got divorced فهنضطر نقلل كوست. بصت لها قالت لها اول حاجة ايه؟ وانا لو عاوزت احكي حاجة لحد احكيها لمين؟ ده الرول. انا دي بشوفها مع الادلتس، يعني بشوف مثلا زي ما انت قلتي حاجه مهمه في الاول، قلتي ان ساعات بيبقى الاب او الام مش متواجدين مع انهم متواجدين، فهو مش بيلعب الرول مع انه هو فيزيكلي او جسديا موجود. فبشوف ساعات الاب المسافر مش موجود، ومش بس مسافر، لانه في ابهات بتبقى عايشه بره ولكن متواجده على التليفون صح. وحاضره وبتتكلم وكل الكلام ده. بس مثلا دي حاجه بشوفها كتير، ان الاب مش موجود وعايش حياته كلها بره ورجع، ودلوقتي على كبر عايز ان هو يتصاحب على ابنه اللي عنده 25 سنه. ايوه فبشوف ان الابن ده كتير ممكن يبقى ناقم او متضايق، لانه انت كنت انت فين؟ مين؟ انا ما عنديش علاقه معاك. صح. فانا مش هحكي لك على سلمى وصحابي واللي بعمله في الشغل، لان انا صح. عمري ما اتعودت ان انا اعمل ده. صح فدي نقطه مهمه، ان أوي. فكره ان الشخص موجود فيزيكلي ولكن مش موجود Yes. بروحه، مش حاضر معانا، أيوة. بتلعب دور في 100%. الداينامكس. ميشو جوزي عنده اورجانيزيشن اسمها رجل، بتتكلم عن المانهود فيرسز ماسكولينيتي. الرجوله ملهاش علاقه بالذكوره. كنت حاضره معاه كامب، وكان الكامب لعمال مصانع، فيجننوا بيقولوا ان احنا بنشتغل طول الوقت شيفتات طويله جدا. انا اصلا من محافظه تانية، فانا مش عايش مع عيالي، فهكلمهم ازاي؟ فقال له النت مش مخلينا محتاجين حاجه، فيديو كول كل يوم، مكالمه تليفون، مكالمة. وافتح السبيكر قول له ايه يا ولا عامل ايه اخبارك، إيه؟ اعمل اللي تعمله، يسمع صوتك، يتعود على صوتك ويتكلم أيوة. معاك. عملنا فولو اب بعد فتره، ومقولكيش اللي حصل، يعني حاجه unbelievable. حكى نفس الاب ان هو بيعمل المكالمه دي كل يوم، خدش 3-4 دقايق الروتين بتاع انه بيسأل على الام ازيك عامله ايه، حتى بيقول ازيك عامله ايه يا بت، يعني مش مشكله خالص. لو لما كلم ابنه اللي ما بيفهمش حاجه ما يعرفش يتكلم، وقعد يقول له ده بابا مش فاهم حاجه، يقول له ايه وايه ده حلوت واخبارك ايه وبقى ليك صوت بقاله اكتر من 7-8 شهور بيعمل كده. هو حس ان هو ارتبط بيهم اكتر ما توقع ان هو مرتبط بيهم. ايوه. النهارده احنا عايشين في زمن عندنا وسائل زي ما هي خطر ومؤذية ومقلقة، لا بالعكس هي ممكن تبقى بتسهل وبنقربنا وبتوحدنا عشان نقرب منهم ونوصل لهم. زي ما التليفون لعنة، هو ممكن يبقى بركة. بنقعد نقول النهاردة لأن الولاد استيميليتد جدا. على فكرة مش بقول لك قضي معاه 3 ساعات كواليتي تايم كل يوم، لو ربع ساعة سبت تليفون حاضر مركز، انت هتشوف حاجات يمكن ما تبقاش واخد بالك منها. انت هتلاحظ حاجات تحس ايه ده، انا كنتش واخد بالي ان ابني دقيق قوي في التفاصيل دي. وعندنا لعبه من الالعاب اسمها سي فيلينجز بتاعت مشاعر، نحط كده الكاردز. فتريننج الشركات اللي بحكي لكم عنه، سكر اب مصطفى ده حضر الكورس كله، وبعدين جه قال لي يعني ساره هروح اقول له ايه بقى النهارده يومي زي الزفت، اتهزقت من مديري وحالتي حاله. قلت مش لازم، يعني مش لازم تهزقت، ممكن تقول له انا تعبان انا محبط بس انا شاكر. التاني مره في الكورس جالي يتكلم معايا قال لي ساره انا لعبت مع ابني فاحمد مبرق لي كده وانا بلعب، فبقول له مالك يا ابني مبرق لي كده ليه؟ قال له ما كنتش اعرف انك بتحس زينا. وهنا الولد الاب حس، هو ما حصلش فرصه يوري له الاحساس. تواصلنا مع عيالنا البسيط الصغير القليل بس في جوده في الوقت هيخلينا نتعرف عليهم زي ما كنا بنقول في الاول، واشوفهم واتفرج على كل حاجه فيهم
هحبهم اكتر، هتعلق بيهم اكتر، هفكر لهم وهفكر من وجهة نظرهم. وهنا انا ببنيهم، ببني متانتهم النفسية، وببني العلاقة اللي تخليه لما يبقى عنده حاجة يحب يقول لي، مش انه مش عايز يقول لي زي اللي عنده 25 سنة لانه حاسس انت كنت فين. النقطة دي بالنسبة لي تكملة بس للباوندريز اللي انت شرحتيه دلوقتي، حد غالبا الحدود بينه وبين ابنه كبيرة قوي. أيوة. الحدود العاطفية لدرجة ان ابنه مش عارف انه بيمر بمشاعر زيه زينا. صح. ويمكن دي حاجة كنت عايزاكي تنوريها لنا برضو، ان الحدود ممكن تبقى كتير قوي او قليلة قوي. فانا ممكن ابقى والاتنين بيتهيألي بيأذوا باشكال مختلفة. صح. ان انا ممكن ابقى بتدلق المشاعر على ولادها وبتحسسهم ان هي قلقانه ومتضايقه وشايله الهم، فالابن او الطفل بيكبر شايل هم مشاعر امه. صح. وده في حد ذاته مش اصح حاجه، مش healthy. والناحيه التانية فكره ان احنا ما بنظهرش المشاعر. يعني انا فاكره حد كان بيقول لي انا يوم ما جدي اتوفى، مع ان انا عارف ان ابويا كان قريب له جدا، انا ما شفتش ابويا بيعيط. فهو اتربى على مبدا انه الرجاله ما بتعيطش. صح. لان انا ابويا في يوم زي ده اللي اتكسر فيه وحياته اتغيرت بعدها ما عيطش. الرجاله بتعيط تبقى كيوت جدا، وهي بتعيط مفيش مشكله خالص، ما بتهزش رجولته. بس صح اللي انت بتقوليه، الحدود. وهنا قصدي كان بقصه النانيز، ان مين مسموح له يدخل، مين مسموح له يقرب. يعني على فكره في بيوت كتير قوي في نانيز جوه البيت بيباتوا، في باوندريز واضحه جدا. صح. دي ولا بتاكل ولا بتحمي ولا بتنيم ولا بتغير ولا بتلبس، هي بتعمل كل حاجه ليها علاقه بالبيت عشان الاهل يركزوا. وفي حد بيأكسس واحده واحده، في حد بيعرف الاول وبيتعرف. فالحدود مهمه على المستوى العاطفي والجسدي والجنسي. انا اللي بحط الحدود، انا اللي برسم الحدود، والولاد بتشوف ده فيا وبتتعلموا مني، فبنقول لا لايه. وعلى فكره بحب قوي اقول الجمله دي، سقفي سقفهم. يعني اللي انا بعرف اعمله انا بقى لاوذم يطلعوا لي. فلو انا بيبان عليا في خروجاتنا وفي اصحابنا وفي مكالماتنا ان انا مش عارف احط حدود، انا اقول اللي اقوله، هو يتعلم باللي انا عايشه مش اللي انا بقوله. لسه كنا بنقول كده في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها، كنا بنقول ان هم سبونجز، فان هم بيمتصوا اللي احنا بنعمله مش بس مش اللي بنقوله خالص. وكلنا كده، كلنا بنحس انه الشخص حقيقي عشان عايش اللي بيقوله، مش عشان بيقول كلام حلو. وممكن تحسي ايه ده، انا شفت الشخص ده بيتكلم في بودكاست او في التلفزيون او طلع بس ما بشوفوش كده خالص، او ما اعرفه واعرف مراته دي متقدره منه طول الوقت مثلا. فدي نقطه مهمه قوي عن الحدود. انا بريالايز الحدود ازاي، بقعد كده اقرر احنا ايه الحدود اللي هنحطها، مين بيتدخل في ايه. يعني موضوع نو سويتس في سن صغير، مفيش بقى تيتا وجد يحطوا معانا التاتش، ما في احنا ما بناكلش سويتس لغايه السن ده. انتوا محتاجين حبكم لينا وليهم تحترموا الحدود، وبنعمل ده بالراحه من غير خناق. لسه ده في العيله مهم لينا وعايزينه موجود، بس مش عايزين هنا في الحدود الجنسيه بقى نسيبها سداح مداح تكسر علاقه فوريفر. وانتي بتقولي كده انا بفكر اكيد ده محتاج تواصل مستمر بين الام والاب. صح. عشان ما يبقاش مثلا الطفل بيتبعت له رسائل معينه من الام ورسائل معينه من الاب. صح قوي. وده قصه تانية يعني، لانه لازم نتفق انه جوازنا هو اول بيبي. هو البيبي البكري. احنا حد قال لنا الجمله دي في ابسود تانية نفس الفكره. ايوه صح. ايوه اندرو بيعمل كده. صح. والكنترول قال جوازنا اول بيبي، ودي حاجه يعني بنفتكرها وبنفكر فيها طول الوقت. علاقتي بميشو هي اول بيبي. علاقتي بميشو والتواصل اللي ما بيننا وجوده التواصل اللي ما بيننا هو اول بيبي، اول الفرحه الاولى. ولو ما خدناش بالنا من ده ما ينفعش نقول ان احنا عارفين نعمل ده healthier مع عيالنا او مع بعض. ودي حاجه بنشتغل عليها طول الوقت. فبشجع الناس اللي بتسمعنا انه روحوا كونسلينج، روحوا ليدرز، روحوا المنتورز، روحوا الكابل اكبر منكم يو لوك اب تو، اسالوه، حكوا معاه، اتكلموا معاه، افهموا منه. ما في ناس سبقانا صح عملوها ونجحوا فيها وعارفين يعملوها. ف we need to learn ومش هنبطل نتعلم. عارفه في موقف دايما بفتكره بيني وبين مامتي،
من اكتر هي لحظه عبيطه جدا، واحكي لكم قصه تافهه جدا، بس من اكتر اللحظات اللي انا حسيت فجاه ان انا علاقتي بمامتي كده اتغيرت. مره كنت داخله انام بتقولي بس خلي بالك عشان رقبتك بتعمليها كده. انا اتصدمت، قلت لها انت ازاي عارفه ان انا عشان انا بنام برقبتي بطريقه معينه، فقلت لها انت ازاي عارفه ان انا ده رقبتي انا عامله عارفه كده؟ انا عارفه النومه دي. لا كانت حاجه سبيسيفيك قوي، لو انا اصلا مش مدركه ان انا مامتي تكون واخده بالها. فانا حاسه اللحظه دي زي ما انت كنتي بتقولي ان احنا نسيب كل حاجه ونركز ونبقى عارفين Yes. تفاصيل عنهم، اللي هو حتى لو هما ما حكوش. انا حسيت قد ايه دي حاجه فرقت في علاقتي بمامتي، ان انا وصل لي ان هي مهتميه ومركزه وكل ده. صح. وإن هي عايزه present. اقول لك انه عيالنا نوعين، في اللي جواه الاسئله دي وبيقولها، وفي اللي جواه ما بيقولهاش. يمكن الكبيره عندي بتقولها، فامبارح بالليل واحنا بننام قالت لي قولي لي 5 things بتاميز يو فيا، وانا حسيت يا رب انا عايزه الخمسه حالا ويجوا ورا بعض كده. هي قالتها، بس في طفل تاني ما قالهاش، فانت محتاج تقول له بقول لك ايه، بيجري بقى كده يوم ويك اند، بقول لك ايه، تعالى اقول لك حاجه، يو نو وات، انت كايند قوي مع اصحابك، ايه الجدعنه اللي انت فيها دي، حضن جامد، خلاص طاقه هنا، دلقت حبه حلوين. فولادنا زي ما بيولادنا في منهم بيسال اسئله وما بيسالش، في اللي في كل دايركشنز، في اللي بيقول هو انت شايفني ازاي، بس ده ما بيلغيش ان اللي ما سالش ما عندوش السؤال ده جواه، هو انت شايفني ازاي، هو انا am I good enough ليك، هو انا استاهل حبك. داوتس، هو خرج بداوتس، هو خرج من هيفن في الرحم، هو كان في الجنه، مش محتاج يعيط عشان ياكل، مش محتاج يعيط عشان يتنفس، مش محتاج يعيط عشان ينام، كل حاجه بتتلبله لمده 9 شهور. خرج من الحياه دي، من الهيفن، من الجنه، فداوتين كل حاجه. فهل انا استاهل الحب ده؟ طب هما بيحبوني عشان يعملوا لي حاجه؟ فهو هناك دور يجيبه في الحلو، لان هو في الاكستريم الوحش. عشان كده الكلمتين 3 الوحشين بتخبط، عشان كده محتاجين نراعي اللي احنا بنقوله كويس قوي. طب انا هحركنا بقى لحته تانية. كنت عايزه ان احنا نتكلم على تاثير الادوار اللي احنا بنلعبها في العيله، الرولز. طبعا اول سؤال انا وسلمى فكرنا فيه، هل البيرث اوردر او مثلا ترتيبنا في العيله بيفرق؟ هل البيرنتنج ستايلز بتفرق، او طريقه تربيه اهلنا لينا؟ هو في البيرنتنج ستايلز المتعارف عليها، فكنا عايزينك بس تقول لنا ازاي ممكن دورنا في العيله يلعب دور في فينا. تكويننا او في تاسيسنا. ايوه، قصدك احنا الكبار الصغيرين الوسط، كل طفل وليه، وفي حتى كتب يعني، في يقول لك الميدل تشايلد سيندروم، في بالظبط. كل ده انماط، ولكن احنا ما بناخدهاش كوبي بيست، احنا اوبن دايما وبنتعلم وبنقرا ونفهم عشان نشوف. بس كأن الطفل الوسطاني اللي اتحشر ما بين 2 يميل عرضة اكثر لان هو يبقى نسى، فبنحتاج نركز في ده وده وده. وممكن يبقى انا الطفل الوسطاني ده اللي شمر وشق طريقه، ودي قصه عيلتنا احنا، هي اللي شقت طريقها وزقت كده الكبير والصغير وبانت، وكانت الدلوعه بتاعت البيت كله. فمش هينفع نيجي بغشامه يعني نابلاي الموضوع زي ما هو. فالترتيب جزء، مين بيلعب ايه يعني، خالتنا قريبه لينا، خالنا قريب لينا، بيت عيله الاب اقرب، عيله الام اقرب، كل الداينامكس دي طبعا بتلعب دور كبير قوي. وزي ما بنقول في حته اشكال مختلفه للتربيه مهمه، يعني بمنتهى الامانه والاعتراف، احب اعترف قدام الكاميرا وقدامكم قدام كل الناس اللي سامعانا، التربيه الايجابيه هي تربيه، يعني بربي بوزيتيفلي، عشان انا بحس الناس سابت تربيه ومسكت ايجابيه، ما ربتش. فحبيبي يختار يلبس شراب لونه ايه، جزمه ايه، ما يلبس لبس ملون على بعضه، جميل، بس في تربيه، فلازم اربي. الديسيبلين بيتقال كده في الكتب ان الطفل يحب البيرنت اللي بيديسيبلين اكتر من البيرنت اللي مش بيديسيبلين. ليه؟ التربيه هو سيستم، هو نظام، جهاز العصبي بتاع الطفل يميل انه يبقى عنده نظام، مش محتاج يبقى لفت، مش متوقع هيعملوا فيها ايه دلوقتي، لا هو عارف هيحصل ايه. عشان كده الروتين جزء من السيستم. فالتربيه روتين وحب وامان واحتواء، لما بعمل كل ده بطمنه، فبهدي اعصابه، بقى less worried less conscious، مش انا عندوش انكزايتي محتاج يتوتر ويشيل هم كل حاجه، لان هما في اللالا لاند محدش شايل هم حاجه. ودي مهمه قوي. هختم بحاجه لو عندي وقت ليها، بس عندنا كنا في التمرين وبنت جايه مع الناني تاني، ما عنديش اي جادجمنت خالص، منتهى المحبه، I don't know ظروف العيله ايه،
بس بتيجي معاها كل مره. عملت ستول على نفسها في تمارين السباحه، خدتها الناني تغير لها بس ما غيرت لهاش عادي، سابتها بالستول شويه واقفه جنبها كانها عايزه تضايقها من الستول عشان تدرك انها عملت ستول. مش بعرف اتدخل ومش بتدخل خالص في الموقف ده. البنت 10 دقايق وانا بحمي عشان احنا كنا خلصنا وهي لسه التمرين ما خلصتش، كميه المرات اللي اعتذرت فيها I'm sorry بعياط مستمر. ده درس في حياه، ده درس في الحياه، ده مش موقف عادي، ده مش موقف وعد. الناني ما بتردش عليها، ما تلاقيش ولا مره اوكي. فهي عماله تعتذر والناني مش بتعبرها. قلعتها، باين انها سابت الباب مفتوح وهي قلعه. والنديده اللي في الحمام عماله تقول لها يا بنتي عيب ما يعني كله انفولفد، كله انفولفد. الاهالي اللي معديه، الولاد بتبص يخبوا وشهم، كله بيصب حاجه. ولبستها وخرجتها التمرين. النهارده is it shaping? Of course it is shaping. بتشكل هيشيب غالبا حد بقى يعني هيشيب حد لما غلط. ايه اللي حصل؟ شيم لما محتاجه اعتذر قد ايه عشان اتسامح. بالظبط. فما استغربش حاجات كتيره في العلاقات، في صح. الحب وارضاء الناس او البيبل بليزنج. لما غلطت وعملت ازاي، فدي اللي هتطلع عامله زي محدش يقدر يحكم، بس بتشوفيها على كبر بقى. تشوفي الست اللي في علاقه مثلا ابيوسف بس مضطره تسكت وتكمل عشان او في الاخر قبلها. مش بقول ان دي هتبقى دي، بس بقول اكزامبل للكبار. دي التربيه مش حبيبي ما بنكدبش ما بنشتمش ما بنتكلمش على حد which is دي بارت من التربيه. بس التربيه هي رد فعلي في كل موقف كان عامل ازاي، قال له ايه عن نفسه عني عن الموقف. هي دي التربيه. التربيه كانت كل مره انا اتصرفت ازاي كرياكشن لما حصل اكشن من ابني وبنتي، فقال له حاجه عني وعنه وعن الموقف. انا حاسه ان احنا لسه في حاجات كتير قوي ممكن نكفر في التربيه وفي البيرنتنج. يعني في جمله حتى كنت عايزه اخد رايك فيها، ممكن بعدين نبقى نتكلم فيها، بس فكره ان كل طفل بيبقى ليه تجربه مميزه مع نفس الاهل. يعني مثلا انا واخويا ما تربيناش من نفس الاهل. أيوة. او تجربتنا معاهم عشان احنا مش نفس الناس، عشان احنا مش نفس الناس، هم ما كانوش نفس الناس. حاسه ان احنا ممكن نتكلم باستفاضه جدا جدا عن الموضوع ده، بس يمكن بحكم الوقت عايزه اسالك لو في حد بيسمعنا وحاسس ان طفولته مؤثره عليه لحد دلوقتي، مش عارف يبدا منين، يعمل ايه؟ بحب قوي اقول انه اللي حصل ما كانش ذنبك، بس اللي جاي مسؤوليتك. فانا ما كانش ذنبي اهلي عملوا ايه، قاصدين ولا مش قاصدين، غصب عنهم، ده اللي فهموه وده اللي اتعلموه وده اللي وعيوله، هم حصل ايه مع من اهاليهم ليهم. فاللي حصل مش غلطتك مش ذنبك، بس اللي جاي انديد مسؤوليتك. بتقف وقفه كده وتقول انا هوقف كذا حاجه، هوقف باترن الغلط اللي حصل معايا فمش هكمل اعمله مع عيالي. بس عشان ده يحصل لازم اخف. عشان لو انا صباعي مدوحس وجا حد داس على رجلي مش هقول اي، هصرخ. فلو يومي متأثر، لو علاقاتي متأثرة، لو نفسيتي في ردود فعلي في مواقف مختلفة متأثرة، لو شغلي لو أستاهل أكمل سنين عمري المتبقية بشكل فيه صحة نفسية أفضل. زي ما أنا عيان عندي ضغط باخد له دواء، زي أنا عيان عندي سكر باخد له دواء. لو احتجت تاخد دواء لحاجة يكتبها شخص متخصص دكتور نفساني، ما بتقولش إنك يا حبيبي ايه ده انت مريض سكر، ما بتضايقكش الجمله انا مريض سكر. فالحته بتاعت مساعدتي شقين، شق نفسي وصحه نفسيه وبعالج نفسي وبشتغل على نفسي اللي هو بنسميه فكر افكار مشاعر تصرفات صح. وهنا بيبتدي من الكوجنيتيف ثيوري لغايه بقى كل الانواع التكنيكس واللي ممكن في وقت يحتاج له انترفنشن ده ويطلع ونكمل عليه. انت بتشوفها ازاي؟ ده السؤال، انت بتشوفيها ازاي؟ شوفها انك تستاهل تعيش بجودة حياة افضل فتقف. ودايما بقول كده، اختار الشخص الصح. اختيارك للشخص الصح هو اهم حاجة تحصل، لان في ناس مش كفء لحاجات كتيرة. وتعالي نقسمهم بقى فرصة ذهبية. في كوتش،
في سايكولوجيست، في سايكايترست، في كوتش حياه اسمه اللايف Life كوتش، coach. وفي معالج نفسي اللي هو انا مثلا وامثالي، وفي دكتور نفسي. انا ساره معالج نفسي ما ينفعش اكتب دواء، فبودي الدكتور نفسي يكتب دواء. اللايف كوتش لايف كوتش يعني تقعد معاه 3-4 مرات يقول لك ازاي يبقى عندك روتين في يومك، ازاي أنظم أفكار. تنتظم بس مش بيعالجك نفسيا. مفيش حاجه اسمها انا اخدت كوتشنج سيرتيفيكت 3 شهور فانا بقعد مع الناس اعالجها نفسيا. يعني انت معرفتك بالثلاث ادوار مختلفه بتخليك تقرر لا انا محتاج بيزنس كوتش، محتاج مايند كوتش، محتاج ايموشنال كوتش، محتاج وسافر. فده كوتش. الثيرابيست ليفل تاني، الدكتور ليفل تالت، والتاني والتالت ممكن يشتغلوا مع بعض. صح. وانا اودي حد يكتب دواء وانا هندل الحته دي وكده. فده مهم برضو ان احنا نبقى عارفين. We're so وابتدي grateful. وابتدي فعلا. ابتدي لانك تستاهل تبتدي وتستاهلي تبتدي. انا ولو اللي حد فارق لو حد هيبقى عنده ولاد هم برضو يستاهلوا ده، يعني دي طبعاً. حاجة احب ازودها، لان طبعا احنا بننسى انه احنا اللي حصل فينا احنا برضو بنلعب دور في اللي ممكن نعمله في اطفالنا. صح. فزي ما انتي قلتي مش معنى ان ده حصل فيا ومش معنى ان امي حصل لها كذا والسايكل استمرت انها مش لازم تقف. صح. We're so grateful ان انت أنا اللي كنتي grateful معانا. بجد. We're grateful for كل اصلا التوعية اللي بتعمليها. thank you so much بجد. بس thank you so شكراً much. جداً thank you قوي على ليكم وقتك. بجد. thank you ليكم انتوا.